السلام ورحمة الله. خذ راحتك. شلونك؟ بس يجي واحد يحدد لك. الله بالخير. الله بالخير. شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. كل عام وانت بخير. انت بخير. كل عام والوالده بالف خير. انت بخير يا ربي. رحب بك احنا اليوم ان شاء الله. اكيد. رحب بك احنا اليوم ويانا بشباب بنات ونتكلم. مصطفى وين؟ احنا اخر مره التقينا قلت انا محضر هوايه اشياء. صح؟ اي صحيح. وصلت الاشياء هاي لو بعدك؟ الاشياءات يعني لا هسه ان شاء الله بدي انفذ بيها ان شاء الله بعد فتره قليله ان شاء الله. يعني اكو تعاملات جديده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ضامن يعني ذني. اي ضامن. مصطفى شلونك؟ شلونك حبيبي؟ كل عام وانت بخير. انت بخير. الوالده بالف خير ان شاء الله. حبيب قلبي. مو بس سيف شنو انا هم لا تبالي سيف. لح يلا. مصطفى اخر اعمالك اخر. والله عندي عمل خليجي ان شاء الله. بدي اشتغل عليه من زمان ان شاء الله تقريبا كمل. هذا اخر شيء لك؟ اي. زين الحان من والله يدري يسيب الموضوع. يعني عفوا يمسي. خليها يمسي. ما يريد يحرقها. خليها يمسي. هي مسيفي. هو بعد انا اغنيها الحان سيفي يعني. من شجعك على هاي الموهبه ومنو اللي ثقلك بها؟ والله هي الموهبه موجوده من انا كنت صغير يعني بس اللي شجعني اكيد هو خالي. واول الناس اللي شجعني. شلون شافها بيك؟ والله صدفه سمعنا غني. ايه. وسمعني. في الغرفه تغني بالمطبخ لو؟ لا بالسطح. زين الله يرحمه. لا هي بدايات الكل بداياتهم بالحمام. بايكو قوي. بايكو قوي وحتى لو ما عنده صوت يحس نفسه انه هو هاياني. زاد العائله زاد ترجع منا ومنا والحمد لله. مشيت الامور. مشيت الامور. مصطفى باكر اعياد. اي نعم. شلون نشوف تحضيرات بالشارع العراقي؟ اكو طلب لحفلات، اكو افراح الان خصوصا باكر انه عيد نوروز او عيد. اي اكيد. عندي باكر تقريبا باكر عندي حفلتين ببغداد ويوم 10/4 هم عندي حفله. ان شاء الله هم ببغداد انا والفنان ستار سعد. يعني والجايه اكو حفلات كثير. توفيق ان شاء الله. نسمع شيء؟ شو تحب تسمع؟ كيفك؟ حلوه بكيفك هاي. على الام ما دام اليوم عيد الام. اوكي. الي حفظك ربي يا يمه رسمك بالقلب والعين اضمه علي ايش قد تعبتي هذي وضيم شفتي علي ايش قد تعبتي يا يمه وليالي سهرتي يا حبيبه يا يمه عمت عيني يا يمه يا مقروده يا يمه يا يمه عمت عيني يا يمه. الله مولانا الا يعاد. طيب مصطفى ليش ما كملت الاغنيه حرامات؟ الاغنيه تخبط. حرامات التعب. يمكن بس البدايه حافظها؟ لا حافظها بس هي يعني بس يعني. زين اوكي مصطفى قوي. مطرب مثال اعلى لك تعتبره. تتمنى بانه توصل لمرحلته. والله هواي هم مثل الفنان حسين نعمه فاضل عواد ياس خضر هواي فنانين. زين رايك هسه حاليا بالاغنيه العراقيه؟ انت كمطرب حاليا حديث الاغنيه العراقيه حاليا هم يعني بالنسبه للشباب تعتبر حديثه. شنو رايك فيها؟ والله هو كل وقت الى المود اي يعني قبل اكو سميعه وحده كبيره كانت ايقاع مو اي هسه وين مواكبه العصر الالحان بدها تمشي يعني. طيب مصطفى يعني اكيد كل انسان مو اول ما ها شنو؟ اكو تعليق هناك تعليق؟ حامي ما اوكي مصطفى. اضاءه قويه. مصطفى يعني اكيد ماكو اي انسان من البدايه انه هو يطلع على المسرح، انت شلون كانت اول وقفه لك على المسرح وشنو كان رد فعل الجمهور؟ صفقوا لك لو اول بدايتي كانت اللو هاي بيها اكو بيها؟ ايه الحمد لله. لا بدايتي كانت من قناه السومريه برنامج عراق ستار. حلو. اي صعدت تقريبا المرحله الخامسه انا. وراها شاركت هم برامج قناه البغداديه. يعني كانت بدايه حلوه. ايش وقت وقفت على مسرح وصفقوا لك الجمهور؟ 2006. 2006 صفقوا لك؟ يصفقوا لي. الله عليك. ودعت. ايش سويت والله شنو الشعور اللي كان من صفقوا لك؟
والله اكيد شجعت انه اقدم بعد احسن. طيب مصطفى، كانت الانطلاقه برايك موافق. ناجحه لحياتك المهنيه؟ اي طبعا اكيد. زين. باكر قلت عندي حفله، لو طلبت منك اغنيه كرديه حافظ اغنيه كرديه؟ اتمنى تتمنى تحفظ؟ اتمنى بس ما حافظ يعني. ما حافظ؟ ما حافظ. ابد؟ ولا تفكر انه تغني مثل لا الجماعة اكيد، الأغنية؟ لا اكيد، لا الالمام حلو بس شوي اللهجه صعبه علينا. فقط لهجه كصعوبه تحس انه هو ايقاع سريع مثلا؟ لا لا بالعكس، المطرب يغني كل الالوان وكل بس كلهجه. نعم. هي يراد له شويه تدريب ويراد له. اي اكيد، لا لا صعب. اكيد. زين نسمع شيء. شو تحب تسمع؟ كردي. مو بكيفك غنيناها قبل شويه. وش تحب تسمع؟ كيفك. اساسا هم كيف. انا ما مهتم. والله ما يسوى اعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياتي بهالوجود، دامك انت اللي رحلت وكيف بصبر على البعاد وكيف بنثر هالورود على البعاد وكيف بنثر هالورود، ما وعدت انك تقاسمني المحبة واني تبقى لجروحي طبيب، بس حساف الموت كان اقرب وارحم، حسبي الله وحده نعم الوكيل، حسبي الله وحده نعم الوكيل. راح اكملها والله سيف. لا ارد احكي عن البرامج اللي ممكن يشارك بها الفنان، اذا كان هاوي او اذا كان حتى في بدايه مشواره الى الاحتراف، ممكن نضيف له هذه البرامج ولا تاخذ من عنده؟ لان احيانا الانسان يمشي خطوات نحو الهدف اللي هو محققه، ينصدم باشياء جانبيه تخليه يبطل، ييأس. شو رايك انت؟ لا اكيد البرامج مثل البرامج العربيه قصدك تقصد؟ اكيد اكيد، لا اضافه كبيره للفنان، خاصه الفنان العراقي. اي كشهره عربيه او يعني تفيده طيب أكثر. لكن احنا نشاهد يمكن بالاونه الاخيره اكثر المطربين العرب بداوا يميلون للهجه العراقيه وبداوا يميلون للالحان العراقيه، بالتالي هذا شيء جيد بالنسبه لنا. يعني ما يحتاج انه احنا نشارك برنامج حتى نخلي الناس تعرف انه اكو فن عراقي. مو الفنان العراقي انت تحكي مظلوم اعلاميا. ليش؟ هاي عرف ليش له ليش؟ لا صراحه ليش يعني ليش مظلوم اعلاميا؟ غير يعني انت ممكن تدافع عن حقوقك هسه، انت هسه قدام كاميرات. اي صحيح. وحياتك قدام اعلام، ليش الاعلام ما ماخذ؟ ما اعرف الا وين ما تعرف. يعني وانت يمكن عندك امكانيه حتى تشارك بمهرجانات عالميه، برامج عالميه. اكيد يعني واكو اكثر، يعني مو بس انا، اكو هواي فنانين. زين شنو الحاجز هسه يعني؟ لا هو يقول الاعلام، لكن احنا بالنسبه لنا يعني ما اقصد اعلام. اعرف انه احنا كاعلاميين يمكن انه احنا نكيف اذا يجونا ضيوف نرحب بهم نتعرف عليهم. صراحه اكو اشياء ممكن احنا نستفاد من عندها وما يستفاد من عندها اذا وجه لهم النقد البناء واللي يكون بمحله الصحيح، بالمقابل لازم هو يكون يتقبل هذا النقد. هنا يبقى وعي وثقافه المطرب او الفنان اللي يكون موجود في هذه البرامج. احيانا لما مجموعه مطربين واحد من عندهم يكون موجود على الهواء وانتقد نوعا ما بكلمه بالضبط، لا يئيس، يروح يروح لاصدقائه هذول بعد تروحوا لهم. هذول هيك يحاولون يسقطون وهذول مدفوعين. يمكن اكو سبب ثاني يمكن اذا تقتنعون به شباب، اللي هو تسويق للفنان العراقي بصوره سيئه جدا. يعني شركات الانتاج العراقيه مو على مستوى عالي حتى تخلي الفنان العراقي في الساحه العربيه. الفنان العراقي دائما يكون داخل بلده، ما عنده امكانيه يكون خارج البلد على حساب نفسه، وبالتالي راح يلتجئ الى شركات الانتاج، شركات الانتاج بمستوى عالي حتى تخليه يكون عربيا، فبالتالي راح يحتاج الى البرامج العربيه حتى تعرف الفنان العراقي الى هو اللي يريد العالم يطور نفسه ترى يقدر يطور. لا ايش نسأله؟ نقول له مصطفى برايك الاحتكار
اللي موجود حاليا هو يفيد المطرب ايجابي ولا سلبي؟ اللي ما عنده امكانيه ماديه خلينا نقول تفيده طبعا اكيد، واللي عنده امكانيه يصبر على. بس هو حتى الاحتكار الان على مستوى عالي ببلدنا، يعني مو فقط كربح مادي ويمكن اغاني بحفلات ليليه، وبالتالي ماكو مستوى عالي انه 50 اتصور بانه الاحتكار بالنص تشتغل بس بنفس الوقت احنا ما نظلم، هم يخدمون المطرب. بس ممكن هو مقابل هذا الاحتكار انه هو ممكن يخليك تغني لون انت ما تحبه، او ان انت ما مشجعه، او ان انت تنزل بحفله غصب ما عليك، انك انت المهم تجيب له تربح، يعني هو مو معقول انه هو محتاج فلوس. فهذا الشيء يعني اتوقع ان المطربين يعني اتوقع ان المطربين هسه كبدايه حياتهم المفروض انه هو يعني ما يصير احتكار، لان الاحتكار راح يخليه يتقيد بشيء يعني ما يقدر هو يوصل الفن اللي يريده. اللي مو عنده شلون؟ ايه شلون يصور؟ منين يجيب فلوس؟ مساله ماده هي مساله ماده تكاليف يعني. زين سؤال، هو ينفرض عليه اللي يتم احتكاره من قبل الشركه او الجهه، ينفرض عليه الكلمات والالحان ولا هو ممكن انه هو يختار؟ لا مو كل وقت. لا ماكو شيء. يعني ما يجيبوا يقول له تعال غني لنا هاي الاغنيه؟ لا طبعا لا، ورا الفنان نفسه. بس هو مجرد دعم مادي يدعموه وتصير 50-50 من يوصل لمرحله بانه ينعرض هو اتفاق يبدي يطلع حفلات او يعني اماكن يغني بيها اللي يستلمه ينطي بالنص. صحيح؟ بالضبط. زين برايك هذا الشيء ناجح؟ والله هو ما اعرف اقول لك، مو قلت لك هي ورا المطرب. حسن انت مريت بهيك شيء؟ اني؟ اي شخصيا. اني كنت محتكر يعني فسخت العقد ما استفاديت من طيب. استفاديت طبعا اكيد. مصطفى، الطموح اللي انت يعني اللي ببالك اللي تريد توصل له، كل انسان له طموح ويريد يوصل له، انا عندي طموح ان اريد اوصل له فحاعمل عليه حتى اوصل له، شلون انت محدد لطموحك وشلون تقدر توصل له وايش قد يعني ببالك ان انت توصل لهذا الطموح؟ اكيد كل ما اقول اريد اوصل بعد اكثر، يعني انه انا مخطط للبعيد، انا بعدني كل شيء ما مسوي يعني وان شاء الله مخطط يعني مواضيع بعدها بمقتبل العمر. بعدني. مصطفى، لمن تفضل تتعامل مع اي ملحن، مع اي شاعر، مع اي موزع؟ والله هواي مبدعين هم، يعني هواي مو شرط اكو هناك اشخاص محددين دائما تحب تفضل تعمل وياهم لو العمل مع اي عامل؟ انا عندي عمل واحد فيديو كليب من الحان علي صابر، الفنان علي صابر، كلمات ضياء الميالي. بس يعني مو شرط انه على ما تبقى الاغنيه على اسم، اكو اسامي يعني ما معروفه بس عندهم شغل كلام. اي كلام ولحن فد يعني. نسمع شيء؟ اوكي. يلا. عراقي اغنيه سبعينيه تسمع؟ يلا ما يفهم. حاسبينك مثل رمش عيون بعشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر وايام او سنين، حاسبينك مثل رمش عيون بعشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر وايام وسنين، ودعتك ذاك انت غالي حبيبو سلوة حكينا، حاسبينك انت كل العمر وايام وسنين. حلو. يعني صراحة نتمنى لك الموفقية مصطفى، نورتنا اليوم، شكرا جزيلا. كل شيء يعني رائع. هذا الشيء الوحيد اللي ما يجي. عمليات تجميل ما يجي. موجودة نغمة. لا تمطي خليك يا مصطفى، راح نروح تقرير ويا ياسر.